احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نعمل بخور للرزق في رمضان. بما ان رمضان هو اكتر الاشهر اللي بيكون فيها روحانية عالية جدا جدا، وبيكون فيها طاقة حلوة علينا كلنا من العبادات، من قراءة القرآن، من الصلاة، من حاجات كتير، ومن الصوم طبعا اللي كلنا بنصومه كل يوم. فبيبقى فيه روحانيات عالية قوي عند الناس كلها. تعالوا نستغلها في حاجة تانية. تيجوا نعمل حاجة اسمها جلب لطاقة المحبة في البيوت، او جذب لطاقة المحبة في البيوت. ازاي ندعم طاقة المحبة؟ انه المشاكل اللي في بيوتنا تقل، انه الخناقات اللي في البيوت تقل. في رمضان اكتر نسبة خناقات بتحصل، اكتر نسبة ممكن، انا اسف في الكلمة، طلاقات بتحصل، اكتر نسبة بيبقى فيها مشاكل ما بين حتى الاخوات. ده لانه الناس بتكون صايمه، بتبقى مثلا ممكن بقى نقص ميه في الجسم، ممكن يبقى نقص سكر، ممكن يبقى الناس بتبقى مش قادره على نفسها اصلا، نفس اماره بالسوء، فملهاش اي علاقه بالشيطان هنا. لكن احنا كلنا ممكن يبقى عندنا شويه ارهاق او شويه تعب بيخلينا نوصل لمراحل عاليه جدا من العصبيه، والعصبيه في رمضان لما بتعلى بتوصل لحاجات مش لطيفه. تيجوا نعمل حاجه تانية اسمها جذب بقى لطاقه الحب. ازاي نخلي بيوتنا يبقى فيها طاقة حب، وايه نوع البخور اللي احنا ممكن نستخدمه علشان يبقى عندنا حب في بيوتنا، وايه الزرعة اللي ممكن نحطها في البيت تخلي معانا شوية دعم. هقول لكم على زرعة صغيرة خالص اسمها زرعة الريحان. اولا زرعة الريحان لما بتكون موجودة في اي بيت فهي بتعمل طاقة ايجابية. عادة بنحطها جنب باب البيت، يا اما من الخارج يا اما من الداخل. زهرة الريحان بتاعتك دي لو كانت مثمرة وكانت حلوة وكانت بتطلع ريحة كويسة، يبقى معنى كده ان انت بيتك مليان طاقة ايجابية. لو الزرعه دي ما عاشتش ولقيتها بتدبل على طول، ولقيتها مش مزرعه مش مخضره وريحتها مش فيها، لان بذور الريحان انتوا عارفين ان هي بتطلع ريحه حلوه جدا، لو لقيت كل ده اعرف ان انت عندك طاقه سلبيه، اعرف ان انت محتاج تنظف البيت. فاحنا هنستخدم زرعه الريحان لقياس الطاقه السلبيه، وهنستخدم حاجه اسمها زيت الريحان. زيت الريحان ده ممكن تلاقوه عند العطارين عادي جدا، بتستخدموه وبتحطوه على المبخره بتاعتكم، على الفحم بتقطروا منه 3 نقط كده، وتحطوا معاهم حاجه اسمها الحبه السوداء او الحبه البركه، ودي بتبقى حلوه جدا 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 لانها برضو بتعمل طاقه حب. عارفين ايه برضو اللي ممكن يعمل لنا طاقه حب جميله قوي قوي؟ بخور اسمه الكندر. الكندر ده بيبقى شبه اللبان الذكر بس بيبقى كبير شويه وريحته بتبقى اقوى شويه، وده بيعمل طاقه حب شديده جدا جدا. ويا سلام يا سلام لو عندنا شويه حاجه اسمها عود ازرق. العود الازرق هو غالي شويه بس لو حطيناه كمان على المبخره بيعمل حاجه اسمها طاقه حب، طاقه ارتياح، طاقه كده بهجه، تحس ان بيتك كده مريح، اللي يدخل بيتك نفسه يحس ان هو انشرح صدره، ان هو هدي، ان هو فرح. ده اللي احنا بنبقى محتاجينه في بيوتنا. هقول لكم على نوع بخور تاني ده متوفر عند ناس كتيره جدا جدا، ومتوفر عند العطارين وكل حاجه، اسمه الفسوخ. الفسوخ ده علشان تطبيق الطاقه السلبيه، هاتوه من عند اي حد. حتى ده كان في اغنيه زمان بتاعت شكوكو تقريبا كان بيتكلم عن الفسوخ ويقول لك عشان يفسخ بيه العين، ولسه الفسوخ ده بيتباع، اسمه الفسوخ المغربي. في حاجه اسمها الفسوخ الابيض وفي حاجه اسمها الفسوخ الاسود. هاتوا الفسوخ الغامق، هتلاقوه مش غالي، بيتباع عند العطارين. هاتوا منه قطعه صغيره جدا قد صباع، حط منها قطعه صغيره قد عقله الاصبع، وبعدها بعد ما تعمل ريحتها في البيت حط بقيه الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي زيت الريحان، وحط الكندر، وجرب كده اعملوها 3 ايام ورا بعض. وانا ارجح ان احنا نعملها يوم 13 و14 و15 من رمضان. جربوها وقولوا لي ايه اللي هيحصل معاكم، هتلاقوا الطاقه حلوه جدا جدا. استودعكم الله.